يا صباح الورد والياسمين عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير. روتين روتين كده بسيط. يعني اللي هو ايه، يعني احنا طبعا دخلت رمضان خلاص، كل سنة وانتم طيبين. ف بحاول ان انا يعني في اثناء معرفش، يعني عارفين انتوا الواحد بيبقى ايام المدارس مبيبقاش قادر يعمل اي حاجة، يعني كفاية عليه الولاد والتحضيرات الحاجات اللي بنعملها. ولكن بيجي عليا وقت خلاص بقى، يعني اللي هو عايزة اصور، عايزة احس ان انا التصوير ده هو ده اللي بيخليني ان انا ايه، احس ان انا موجودة يعني معاكم في الدنيا يعني. فقمنا بقى نعمل فطار كده، وبدأت طبعا اجهز حاجات لرمضان. بحيث ان انا ايه ابقى، يعني ايه، لما يجي وقت الصيام طبعا الواحد هيبقى الدراسة طبعا في عزها، يعني احنا من قيمة سنتين كده ولا حاجة كان بيجي رمضان نقعده في نصه. فاللي هو نقعد في نص ونقعد في اول 10 ايام يروحوا، وبعد كده ناخدوا الاجازة الكبيرة بقى خلاص من شهر 4 لشهر 9 ولا لشهر 10، 6 شهور اجازة في السنة. كانت الحياة حلوة، كان لسه بقى كيجي ولسه صغننين وبنقول على السكر أكر. ولكن دلوقتي خلاص 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 احنا هنبقى في عز، غير ان رمضان جاي بدري ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لنا في ايامه يا رب ويتقبل مننا. هيبقى جاي في عز الترم التاني اللي هو مفيش مجال انك انت تقولي ايه لا طب نريح طب نعمل، فهتبقى الموضوع هيبقى مذاكرة. فهيبقى احلى حاجة ان انت تبقي مخلصة حاجات كتير وايه، وموفرة على نفسك وقت طويل في الشغل والوقفة والحاجات دي. يعني مثلا في فيديوهات جاية ان شاء الله هنعمل فيها مع بعض الخروب هنشيله ازاي قمر الدين، بحيث ان هو تطلعي من الكيسة وتعملي العصير على طول ويلا بينا. فمن ضمن تحضيرات رمضان جبت فول بلدي كده على اساس ان انا ادمس فول، لان الفول ده البطل الرسمي بتاع رمضان، يعني هو دوت الايه، البطل بتاعنا. ما ينفعش، لا يجوز لا يجوز ان الناس تعيش او تصوم من غير الفول. فجبت نص كيلو فول، وجبت ربع كيلو فول مدشوش، بس طبعا انا خدت جزء من ربع كيلو. الربع كيلو ده خدت منه جزء، وشلت الباقي في الفريزر على اساس ان انا هعيد تاني وهعمل تاني. فجبت مية سخنة مية سخنة، ونقعت فيها الفول قبليها بيوم. اهم حاجة عشان الفول يطلع معاكي مظبوط، وده طبعا حمص الشام. يبقى احنا نقعنا الفول مدشوش والفول وحمص الشام، اهم حاجه الحاجات دي تتنقع قبلها بيوم براحتها جدا. يعني انا عملتها مثلا نقول الصبح، تاني يوم الصبح او الظهر بدات اشتغل فيها. فزي ما انتم شايفين حطيت حمص الشام على الفول، على ربع، على حبه من الفول مدشوش، وحطيت حبه عدس اصفر. تمام. على اساس برضو العدس الاصفر بيديها طعم حلو برضو، بيديلها كده جمال. وبليله، البليله ما بتتنقعش، ما بنقعهاش، يعني بحطها وهي اول ما بتغلي بتفرك على طول وبتبقى جميله. وكان حبه فول فله، يعني بصراحه انا بحب الفول اللي انا بعمله بيبقى حلو قوي. جبت ليمونه عصرتها عشان اللون ما يغمقش مني قوي، وحطيت بقيه القشر موجود. اول ما غلى شلت القشر عشان ما يمررش، يعني اول ما غلى الفول وبدات اوطي عليه شلت القشر. عايزه تحطي طماطمايه حطي، عايزه تحطي جزرايه حطي، بصي اللي انت عايزاه حطيه. تمام. المره الجايه ان شاء الله هبقى اصور ان شاء الله باذن الله ان انا بدل ما احط الميه بفكر اعمله يعني في صلصه. انا هنا حطيت لون، طبعا اول ما يغلي بيطلع ريم معاكي كده شيليه خالص ونزليه. فبفكر ان انا احطه في صلصه، يعني احط معاه معلقه صلصه معلقتين، او عصير طماطم. عايزاه اشوفه هيطلع لونه ايه، وفي نفس الوقت هيبقى حلو يعني لو حطيتي حبة صلصة خلاص، او طماطميتين يا ستي هتديها نفس اللون. بعد كده نعمل الغدا بقى مع بعض. كنت مطلعة فراخ، بدأت ان انا انقعها بقى في حبة ملح وحبة ليمون. احلى حاجة تنقعي بيها الملح والليمون. الخل بيقولوا بيزود الزفارة وبيعمل، بس بصراحة انا ما باخدش بالكلام ده. لما بيبقى متاح قدامي الخل وما يبقاش فيه ملح بروح حاطة خل. يعني ما انت كده كده بتشطفيه، انت مش بتنقعي وبتسيبيها، لا انت بتنقعي وبتشطفي، يعني بتنقعي وبتشطفي وبتغسليها كويس. فحطيت زي ما انت شايفة كده البصل. انا الفراخ مش هسلقها بقى ولا اي حاجة، برضو من ضمن التسهيلات الواحد بيسهلها على نفسه برضو. حطيت البصل كده قطعته زي ما انتوا شايفين حلقات،
وهبدأ ان انا طبعا اخد الفراخ واحط الخلطة بتاعتها وبحطها في الفرن. اللي هتقولي مش بتستوي، لا اصل احنا عايزين شوربة، انا مش عايزة شوربة، وهقولك بتستوي. بتستوي وبتبقى حلوة جدا 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 جدا. مجرد ان انتي الصينية تحطي فيها حبة مية حلوين، نصها مية، وادلقي فين؟ في الفرن يا ست الناس، هتلاقيها طالعة زي الفل. هتقولي لي طب ما خلاص هاتيها في كيس حراري. هقولك لأ. طب ليه مش هتحطيها في كيس حراري؟ ليه؟ لان الكيس الحراري آه يعني بيهري الفراخ، عايز اللي هو مجرد ما الفرخة تتحط 5 6 دقايق 7 دقايق وتروحي سحبها على طول. فانا ما بعملش كده يعني، ما ساعات اعمل كده وساعات اقول ايه، ما هي محطوطه في الفرن وبتطلع متحمرشه وجميله. بصي بقى ملحك وفلفك والبابريكا بتاعتك، واديله ادي زي ما خالد ما بتقول، وابدأي بقى ادعكي الحاجات. سبحان الله. ودي هقول لكم على حاجه، توابل فراخ حد زي ام خالد يعني، هي دمها خفيف ولذيذه وكل حاجه، بس سبحان الله والله العظيم انا مش بقول حاجة عليها، هي حد كويس على فكرة، هي اسكندرانية وانا من اسكندرية برضو، مفيش مشاكل يعني. ولكن سبحان الله الناس اللي تلاقيها ايه، هي نفسها بتقولك انا يعني مش عارفة هي ولا مين، بس ناس كتير يعني زيها يطلعوا لك احنا ما عندناش محتوى. هي مجرد انها تيجي تقول حبايب قلب ام خالد، وتروح داخله عامله العشاء وجوع اخر الليل وبصوا مش عارف ايه، وما شاء الله سبحان الله ربنا كاتب لها رزق. لكن ناس تتعب بقى وتشقى وتفضل تشتغل وتفضل مش عارفة تنحت في قلبها. سبحان الله. الحمد لله طبعا على رزق ربنا. سبحان الله لما تلاقي حد ربنا مديله ورزقه، الحمد لله رب العالمين، ممكن يجيله وقت فيه قفشة في البيت، فيه خناق، فيه مش عارف ايه، فيه ايه، لكن الواحد الحمد لله رب العالمين على رزق ربنا. يعني بمناسبة ام خالد، حبايب قلب ام خالد. وفي ناس كتير بقى على التيك توك بيقلدوها، يعني في ناس اللي هم يخشوا يقول لك ايه حبايب قلبهم ومش عارف مين، حبايب قلبهم ومين، احنا هنعمل يعني. هم الناس مش من باب ان هم بيقلدوا علشان يقلدوا وخلاص، لا هم بيقلدوا من باب ان احنا ايه، يمكن ربنا يكرمنا، يمكن يدينا. للأسف السوشيال ميديا أو القنوات والأكاونتات والصفحات بتاعت الناس البلوجرز اللي هم ما شاء الله بتلعب معاهم في ثانية تلاقي خلاص هوبا فوق، خلت الناس تجري مش تطمع، تتمنى. يعني هو مش طمع، هو ناس بتتمنى تجري وراهم عشان خاطر ربنا يكرمهم في حاجة. تمام. بيبقوا عايزين يعملوا زيهم، فهم بيقلدوا. يقولوا لك ايه، يمكن لما نقول حبايب قلب مش عارف مثلا ام احمد، الناس هتفرح، الناس هتحبنا. انا بصراحة هي يعني طلعت قبل كده وقالت الناس اللي بتقلدني والناس اللي بتعملني والناس اللي بتخليلي والناس والكلام ده، هي مش يعني ما تاخدهاش تقليد يا ام خالد. يعني هم تقليدهم ليكي مش هيقلل منك، مش هياخد من رزقك. دي بسلة، ده جزر بالبسلة يا جماعة. اخرة اللي تجيب الخضار مفرزن، تمام، بسلة بالجزر، جزر بالبسلة. بصوا المنظر عامل ازاي. يعني بجد بجد، يعني انا لما بروح السوق واقول اشوف بسلة ولا حاجة، الاقي الحاجة مش اللي هي يعني، معرفش مش عارفة اقول اخلص نفسي، احنا كلنا جزر بالبسلة. فنرجع تاني لموضوع ام خالد. الموضوع مش موضوع اللي بيقلدك، هي مش بتقلد عشان تاخد رزقك، ولكن هي بتقول لعل وعسى يمكن اتشهر، يمكن اعمل. دلوقتي عشان تقولي لواحدة اعملي انتي محتواكي لوحدك، قلائل قوي اللي هو يقولك. يعني مثلا انا واحدة من الناس، انا محتفظة بطريقتي من اول ما بدأت من 2019، ونفس نوعية فيديوهاتي ما بغيرهاش، ما بطلعش غير واقول حبايب قلب ام ياسين مش عارف ده ايه. او مثلا في واحده تقول لك قلب اختك، قلب اختك اللي هي نوجة. فما فيش حاجه يعني، الواحد قليل لما تلاقي حد بيحتفظ باسلوبه. فهم يعني من باب ان هم عايزين يعملوا حاجه. فربنا يرزقنا ويرزقهم جميعا. طبعا الفراخ طلعت جميله، ده الصوص بتاع الفراخ اللي انتوا شفتوه، البصل ده، والفراخ اهي جميله وحلوه. اعمليها وريحي دماغك. وده تاني يوم الفول طبعا ما شاء الله، بصوا بقى حلو ازاي. الغيرة اللي فوق الغامق ده مش يعني، ده من اللون اللي انا حطيته اللي هو الاحمر، فمع الغليان اسود معايا، فمش هعمل، ما تعمليش تاني موضوع اللون الاحمر ده. ولكن هو من جوه بيبقى حلو وجميل، عمل معايا كمية حلوة.
وهجيب تاني واعمل تاني ان شاء الله باذن الله، ويبقى متشال كده ويبقى حلو كده وعسول عسول، واحتمال احط فيه طماطم وبصل والكلام ده. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يرزقكم ويرزقنا الخير. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اشوفكم على خير، يلا باي باي.